المعجنات هي أكثر شي طلبتوه مني، فقررت أسوي مجموعة معجنات بأشكال وحشوات مختلفة بالفترة الجاية. وهاي الوصفة بالذات ممكن تنوعون بحشوتها، ممكن تخلون تمر، مكسرات، نستلة، فواكه مجففة وغيرها. لتحضير العجينة خليت بيض بدرجة حرارة الغرفة وحليب دافي، وضفت شكر، خميرة وزيت أو زبد. بعدين ضفت رشة ملح والطحين، وزيتت وجهها بالزيت وغطيتها وعفتها تختمر مدة ساعة. ورا ما اختمرت قسمتها نصين وفتحت كل نص على شكل مستطيل، ودهنت وجهه بالزبد ورشيت سكر جوز الهند وممكن استخدام الشكر العادي، وخليت شوية برش برتقال وليمون وممكن تخلون دارسين. واخر شي ضفت الكشمش والفستق الاخضر ولفيتها مثل الرول، والنص الثاني سويته نفس النص الاول، وخليت رول ببطن رول ولفيتهم وسديتهم. واخر شي قسمتهم ولفيتهم مثل الحلزون، وبقالب مدهون مسبقا غطيتها وتركتها ترتاح مدة 40 دقيقة. بعدين بيضتها بصفار بيضة وشوية حليب وفانيلا. دخلتها بفرن محمي مسبقا على درجة حرارة 350 فهرنهايت مدة 45 إلى 50 دقيقة مع المراقبة المستمرة. وبس بالعافية.